السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم شباب الثانوية الأزهرية، عاملين ايه؟ الأخبار؟ إن شاء الله كده تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلام، تكونوا موفقين في دراستكم بعون الله ومش مراكمين كده وفايقين إن شاء الله، صح؟ قول لي بالله عليك إن أنا صح، قول لي أنا صح. يلا بينا عشان ايه؟ نشرح، عشان درس النهارده جامد قوي. في البداية عايز أقول لك أنت لو ما دخلتش جروب التليجرام بتاع المواد الشرعية فهتلاقي لينك تحت في وصف الفيديو، فخش هناك عشان هناك في حاجات لوز العنب. تمام؟ يلا بينا نقول الدعاء. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، بسم الله توكلنا على الله. الحديث الثالث بعنوان حرمة تقاتل المسلمين. تمام؟ أنا بنزل لكم الباور إن شاء الله، هنزل لكم الباوربوينت ده على الجروب إن شاء الله بعون الله. ماشي. عن الأحنف بن قيس، بيقول لك عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي، صلي على النبي كمان مرة، صلي على النبي كمان مرة، ما تبقاش بخيل، يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ماشي. بص يا اسطى، احنا عندنا في الحديث ده صحابيين جليلين رضي الله عنهم، يا رب ربنا يحشرنا معاهم ان شاء الله. عندنا الأحنف بن قيس وهو راوي هذا الحديث. كان في حروب بين المسلمين، بين سيدنا علي وبين سيدنا معاويه عقب موت عثمان بن عفان رضي الله عنه. فالأحنف بن قيس كان رايح ينصر سيدنا علي، فقابله ابو بكر في الطريق بقى ودار بينهم الحديث اللي احنا لسه قايلينه. فاحنا هنعرف عندنا في الحديث ده تعريف بصحابيين ابو بكر والأحنف بن قيس. نخش على ابو بكر. اول حاجه، ابو بكر هو نفيع ابن الحارث ابن كلده ابن عوف ابن قصي. تاني، نفيع ابن الحارث ابن كلده ابن عوف ابن قصي، وقيل غير ذلك، وهو اخو زياد ابن ابيه لامه. تمام؟ يبقى اقول كده اول سطر معايا مرة. من هو ابو بكر؟ هو نفيع ابن الحارث ابن كلده ابن قصي ابن عوف ابن قصي، وقيل غير ذلك، وهو اخو زياد ابن ابيه لامه. تمام كده؟ تمام. وكان ممن اعتقه رسول الله، مع كده ان هو كان عبد، وهو معدود من موالي رسول الله، وكان يقول: انا من اخوانكم في الدين وانا مولى رسول الله. يا سلام يا سلام. ما سبب كنيته بابي بكر؟ سبب كنيته بابي بكر قلنا احنا عندنا ابو هريره كني بابي هريره ليه؟ لانه كان يحمل هره في كمه. طب ابو بكر كني بابو بكر ليه؟ وذلك لانه ممن نزل يوم الطائف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف في بكره، وكني بابا بكر لذلك. عدد مروياته هو من فضلاء الصحابه وصالحيهم. روى كم حديث؟ 132 حديث. 132 كم حديث؟ علم عليها كده بعد اذنك. طيب كده علم عليها. وفاته هتعلم على المكان والوقت. مات بالبصره سنه 52، سنه 51 سوري، يبقى مات بالبصره سنه 51 من الهجره. تمام كده؟ يبقى من هو ابو بكر؟ نقول يلا ابو بكر مع بعض. هو نفيع بن الحارث بن كلده ابن عوف بن قصي، وقيل غير ذلك، وهو اخو زياد بن ابيه لامه. تمام؟ ماله؟ هو كان ممن اعتقه رسول الله وهو معدود من مواليهم. زي الفل. كان بيقول ايه؟ انا من اخوانكم في الدين وانا مولى رسول الله. سمي ابو بكر ليه؟ وهو ممن نزل يوم الطائف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصن الطائف في بكره، لذلك سمي ابا بكر لذلك. تمام؟ بعد كده عدد مروياته 132 حديث، وهو من فضلاء الصحابه وصالحيهم. ووفاته مات بالبصره سنه 51 من الهجره. يلا بينا. من هو الأحنف بن قيس؟ هو الأحنف بن قيس ابن معاوية التميمي السعدي. تاني، من هو الأحنف بن قيس؟ هو الأحنف بن قيس ابن معاوية التميمي السعدي، سيد بني تميم. ما هو كنيته؟ أبو بحر البصري. يبقى دي كنيته. تمام؟ يبقى كنيته ايه؟ ابو بحر البصري. دعا له النبي ولم يره وكان سيد قومه. ماذا قال عنه سفيان الثوري؟ قال عنه سفيان الثوري: ما وزن عقل الاحنف بعقل الا وزن. تاني قول معايا، قول معايا. انا مش عايزك تذاكر، انا مش عايزك بعد ما تفتح الفيديو تذاكر، فقول معايا عشان تحفظ. يلا. من هو احنف بن قيس؟ هو الاحنف بن قيس بن معاويه التميمي السعدي، سيد بني تميم، كنيته ابو بحر البصري. دعا له النبي ولم يره. ماذا قال عنه سفيان الثوري؟ ما وزن عقل الاحنف بعقل الا وزنه. تمام. وفاته قلنا، تعرف تقول لي وفاه ابو بكر سنه كام؟ سنه 51 بالبصره. طب الاحنف بن قيس سنه 67 بالكوفه. تمام؟ تمام. يبقى مين هو ابو بكر؟ ابو بكر مش الاحنف، ركز، ابو بكر مش احنف، هو نفيع بن الحارث بن كلده ابن عوف بن قصي، وقيل غير ذلك، وهو اخو زياد ابن ابيه لامه، كان مما اعتقه رسول الله وهو مولى من مواليه، كان يقول: انا من اخوانكم في الدين وانا مولى رسول الله. عدد مروياته 132 حديث، وكان من فضلاء الصحابه والصالحين. توفي سنه كام؟ 51 هجريا بالبصره.
طب ليه سمي ابا بكر؟ لانه مما كان ممن نزل يوم الطائف الى رسول الله من حصن الطائف في بكره، لذلك سمي ابا بكر. ولسه قايلين احنف بن قيس هو احنف بن قيس بن معاويه التميمي السعدي سيد بني تميم، كنيته ابو بحر البصري، دعا له النبي ولم يره، كان سيد قومه. قلنا قال عنه سفيان الثوري ما وزن عقل الاحنف بعقل الا وزنه، ومات سنه 67 هجريا بالكوفه. وبسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، تعرف تقول زي كده؟ ان شاء الله تقول احسن مني كمان. يلا، من المقصود بالرجل في قوله ذهبت لانصر هذا الرجل؟ لو انت ايوه شاطر شاطر، انت برافو كده عليك، اهلا وسهلا، ايوه شاطر، سلم عليا. انت شاطر. في الحديث الاول كان عندنا هذا كلمه رجل برضه كان مقصودها مين؟ ابو ذر، وقيل هو هاني بن يزيد والد شريح. عندنا في الحديث ده برضه في كلمه الرجل، من المقصود بالرجل؟ هو علي بن ابي طالب. تمام تمام، يبقى انت شاطر، برافو عليك كده. فرق مين الرجل في الحديث الاول؟ ابو ذر، وقيل هو هاني بن يزيد والد شريح. مين الرجل في الحديث الثاني؟ علي بن ابي طالب. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فضرب كل واحد منهما الاخر. تاني، يبقى اذا التقى المسلمان بسيفيهما فضرب كل منهما الاخر. الحديث ده هتلاقي المعاني بتاعته يعني ايه غريبه شويه، لانها مش معاني، يعني هي تعتبر تفسيرات. يبقى اذا التقى المسلمان بسيفيهما اي فضرب كل واحد منهما الاخر. فالقاتل والمقتول اي يستحقان دخولها. يا رسول الله هذا القاتل اي يستحق النار لكونه ظالم. يبقى علل يستحق الظالم النار لكونه، يعلل يستحق القاتل دخول النار لكونه ظالم. فما بال المقتول اي يدخلها وهو مظلوم؟ انه كان حريصا على قتل صاحبه اي كان عازما على قتل صاحبه. ده مين ده؟ ده المقتول. تاني، يلا تاني، من المقصود بالرجل؟ هو علي بن ابي طالب. اذا التقى المسلمان بسيفيهما فضرب كل منهما الاخر. ما معنى فالقاتل والمقتول اي يستحقان دخولها؟ يا رسول الله هذا القاتل اي يستحق النار، ليه؟ لكونه ظالم. فما بال المقتول اي يدخلها وهو مظلوم؟ انه كان حريصا على قتل صاحبه اي كان عازما على ذلك. يلا، مباحث العربيه، يلا فوق معايا، فوق فوق. قوم من مكانك، قوم كده واقعد، قوم واتمشى شويه دقيقتين كده وتعالى. يلا الان، يلا. أين جواب إذا في قول إذا التقى المسلمان بسيفيهما؟ هي مش إذا دي حرف شرط؟ إذا دي حرف شرط. ماشي، فين جواب إذا بقى؟ فين جواب الشرط؟ محذوف. جواب إذا محذوف. طب لما لم يذكره؟ اكتفاء بما ذكر في الحديث. اللي هو ذكر الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقاتل أحدهما الآخر. ما التقدير جواب إذا فقاتل أحدهما الآخر. تمام كده؟ بس كده. يبقى تاني، ما يبقى في قول إذا التقى المسلمان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أين جواب إذا؟ جواب إذا محذوف. ولما لم يذكره اكتفاء بما ذكر في الحديث. والتقدير جواب اذا فقاتل احدهما الاخر. يبقى اذا التقى المسلمان فقاتل بسيفهما، اذا التقى المسلمان فقاتل احدهما الاخر بسيفهما فقاتل احدهما الاخر. هو بقى ما ذكرش فقاتل احدهما الاخر ليه؟ اكتفاء بما ذكر في الحديث، اصلا هي مذكوره اصلا في الحديث. تمام. ما الذي يدل عليه قول النبي فالقاتل والمقتول في النار؟ يدل على ذلك انهما يستحقان دخول النار. تاني، ما الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم فالقاتل والمقتول في النار اي يستحقان دخول النار. هل يمكن العفو عنهم؟ وقد يعفو الله عنهم، قد معلق على المشيئة، وقد يعفو الله عنهم. وما الدليل الذي يؤيده من القرآن الكريم؟ قال تعالى فجزاؤه جهنم وليس بلازم أن يجازى. تاني، ما الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في القاتل والمقتول في النار؟ يدل على ذلك أنهما يستحقان دخول النار. هل يمكن العفو عنهما؟ قد يعفو الله عنهم. الدليل قال تعالى فجزاؤه جهنم وليس بلازم أن يجازى. مفيش حاجة واجبة على ربنا سبحانه وتعالى. تمام. بيقول لك بقى السؤال ده جامد قوي وعايز دماغ عاليه، ففوق معايا. يلا، هل يلزم من كونهما يستحقان دخول النار؟ يعني هل يجب ان هما كونهما انهما يستحقان النار ان يكونا واقعين فيها؟ يعني لازم ان هما خلاص طالما يدخلوا النار ان يكونا واقعين فيها؟ عادي. ثانيه، بيقول لك هل يلزم من كونهما يستحقان النار ان يكونا واقعين فيها؟ والى ما يؤول امرهما؟ ولماذا؟ ومتى يخرج القاتل من المله؟ ناخد سؤال. قال لك هل يلزم من كونهما يستحقان النار ان هم يكونوا واقعين فيها؟ لا يلزم ان يكونا واقعين في النار، ولكنهما مستحقان لعذاب النار، وامرهما تحت مشيئه الله، ان شاء عفوا وان شاء عذاب. تاني بيقول لك ايه؟ هل يلزم ان هم كونهما يستحقان النار ان هم يكونوا في النار؟ يعني هل يلزم ان انا عشان ان انا قاتل وان انا اخش النار ان انا اكون في النار؟ قال لك لا يلزم ان يكونوا واقعين في النار، ولكنهما مستحقان لدخول النار. يعني هو انت مثلا في المدير، انت عملت غلط، هل يلزم ان انت عشان مثلا ان انت غلطت يتخصم لك؟ هو المفروض انه يتخصم لك، بس قد ما يتخصملكش كده. هل يلزم من كونهما يستحقان دخول النار ان يكون واقعين فيها؟ لا يلزم، ولكنهما يستحقان الدخول. تمام. وامرهما تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى، ان شاء عفى عنهما وان شاء عذبهما. الدليل لان قوله تعالى اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار وصفهما بانهما مسلمان مع اتصافهما بالقتل، فالقتل كبيرة وجريمة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة.
تاني بالراحه، عارف انها حته صعبه عليك. بيقول لك هل يلزم من كونهما مستحقان النار ان يكون واقعين فيها؟ قلنا لا يلزم من كونهما مستحقان النار ان يكون واقعين فيها. تمام كده؟ وامرهما ولكنهما مستحقان عذاب النار، وامرهما معلق تحت المشيئه الله، ان شاء عفا وان شاء عذب. التعليل لان قوله اذا التقى المسلمان بسيفهما وصفهما بانهما مسلمان مع اتصافهما بالقتل، فالقتل كبيره وجريمه ولكنه لا يخرج عن المله. تمام. التعليل لان كل من القاتل والمقتول من المسلمين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان، وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. تمام كده؟ يبقى يجي في الامتحان يقول لك هل يلزم من كون القاتل، هل يلزم من كونهما يستحقان النار ان يكون واقعين فيها؟ تقول له لا يلزم من كونهما يستحقان النار ان يكونا واقعين فيها. بل يعني هم ايه؟ لازم يعني هم لا بل يستحقان الدخول. يبقى تقول له لا يلزم ان هم يكونوا واقعين فيها، بل يستحقان الدخول، وامرهما معلق تحت المشيئه، ان شاء الله عز وجل عفى عنهما وان شاء عذبهما. التعليل لان قوله اذا التقى المسلمان بسيفهما وصفهما بانهما مسلمان، والقتل كبيره وجريمه من كبائر الذنوب. تمام. ولا يخرج من المله. ليه بقى؟ لان كل من القاتل والمقتول مسلمان من المسلمين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان، وقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فالقتل لا يخرج عن المله ما لم يستحله مرتكب. ايوه سؤال هنا بقى، متى؟ اكتب متى. ايه يا اسطى؟ يلا. متى يخرج القتل من الملة؟ بسيط. صاحبي اللي شايفني بكتب سؤال بيقول لي انت بتكتب السؤال ليه اصلا؟ اذا استباحه مقاتله او اذا استباحه فاعله. تمام. يبقى متى يخرج القتل من المله؟ اذا استباحه مرتكبه. تمام كده؟ يلا بينا. هذا الحديث يبين لنا ان القاتل والمقتول في النار. هل كل قاتل ومقتول يكون جزاؤه النار كما يكون ظاهر الحديث؟ يعني بقول لك انا دلوقتي بقول لك الحديث ده بيبين ان القاتل والمقتول في النار. تمام. هل كل قاتل ومقتول لازم يكونوا في النار؟ تمام. الجواب انه ليس كل قاتل ومقتول، ليس كل قاتل يكون جزاؤه النار، وانما القاتل المعروف انه على باطل. تاني الحديث اللي فات، السؤال اللي فات كنت بقول لك هل يلزم من كون القاتل والمقتول ان يكونوا مستحقان في النار ان يكونوا واقعين فيها، وفسرناها وقلنا لا، مش لا يلزم. بقول لك بقى هل هذا الحديث هل يبين ان القاتل والمقتول في النار، هل كل قاتل ومقتول يكون جزاؤه النار كما ظاهر الحديث؟ وضح ذلك مع التقرير. او من القاتل يكون جزاؤه النار؟ بيقول لك ان الجواب ليس كل قاتل يكون جزاؤه النار. تمام. وانما القاتل المعروف انه على باطل، القاتل المعروف انه على باطل، او الذي يقتل ولا يدري على اي، او الذي يقتل ولا يدري على اي شيء يقتل، اللي هو الراجل اللي بيقتل عمال في الناس ومش عارف هو بيقتل عليه اصلا. تمام. ده بقى اللي يخش النار، لان الاصل في الدماء الصيانه والحمايه وليس الاهدار. ونفس الكلام نقوله في المقتول، اللي هو ايه؟ اللي هو برضو ان المقتول من غير ان المقتول هو عارف ان هو مقتول على باطل. تمام. يبقى تاني هذا الحديث يبين لنا ان القاتل والمقتول في النار. تمام. هنرد نقول ايه؟ ان الجواب يبين انه ليس كل قاتل يكون جزاؤه النار. التعليل وانما القاتل مين بقى اللي يخش النار؟ القاتل المعروف انه على باطل، او الذي يقتل ولا يدري على اي شيء يقتل، لان الاصل في الدماء الصيانه والحمايه وليس الاهدار. ونفس الكلام هنقوله في المقتول. تمام يا باشا؟ يلا بينا. هل ينسحب هذا الحديث على كل من قتل دفاعا عن نفسه او عرضه وماله؟ ده اللي عم تقول. ثاني، احنا بنقول ان كل قاتل ومقتول في النار. طب انا دلوقتي في البيت وحد بيهجم عليا عشان يقتلني، هل لو انا قتلته انا كده في النار؟ لا. طب هل لو هو قتلني انا كده في النار؟ لا برضه. تمام. هو بقى اللي في النار لان ده قاتل باطل. تمام. يبقى هناك احاديث توضح ان الذي يدافع عن عرضه فهو شهيد. والدليل 1 2 قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرض دون ماله فهو شهيد. يبقى من قتل دون ماله فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد. تمام. وفي صحيح مسلم جاء رجل الى رسول، تحفظ دي كويس، الحديث ده ورد فين؟ في صحيح مسلم. جاء رجل الى رسول الله فقال يا رسول الله ارايت ان جاء رجل يريد اخذ مالي؟ قال لا تعطيه مال. قال ارايت ان قاتلني؟ قال قاتله. قال ارايت ان قتلني؟ قال فانت شهيد. قال ارايت ان قتلته؟ قال هو في النار. تمام. ما المترتب على فهم الاحاديث في ضوء بعضها البعض؟ المترتب على فهم الاحاديث في ضوء بعضها البعض، ان فهمنا الاحاديث في ضوء بعضها البعض فانه يتضح المعنى. معنى ايه؟
انه لا يلزم من كون القاتل والمقتول ان يكون في النار بل او يكون واقعين فيها، وانما بقى ايه، احنا لسه قايلين ان القاتل على باطل او الذي يقتل ولا يدري عشان يقتل هو ده اللي يكون في النار. وهكذا تفهم الاحكام ويظهر المراد بجمع الروايات للوقوف على المعنى الكامل للنص. مش مهم مفيهوش يعني بص انا عايش كده احفظها زي ما هي وخلاص. تعالى طب ما تزعلش انا اسف، تعالى بس نفهمك مع بعض كده. بيقول لك ايه؟ ما المترتب على فهم الحديث؟ الحديث اللي هو ايه؟ الحديث اللي احنا قلناه مع حديث اللي هو بتاع اللي في صحيح مسلم، احنا سالين ارايت ان قاتلني وقتلته كده. ان فهمنا الحديث، لو انت فهمت الحديث في ضوء بعضها البعض يتضح المعنى. معنى ايه؟ انه لا يلزم ان يكون القاتل والمقتول في النار بل يكون مستحقان للدخول، وان القاتل بس هو اللي يخش، اللي هو القاتل الباطل او الذي يقتل ولا يدري على اي شيء يقتل. وكده بقى تفهم الاحكام ويظهر المراد بجمع الروايات للوقوف على معنى كامل النص. هل توبة القاتل عمدا تعفيه من عقوبة القصاص؟ ولماذا؟ القاتل عمدا إذا تاب الله عليه، ولكن لا تعفيه من حق القصاص. ليه؟ لأنه حق من حقوق العباد، والحقوق الذي في العباد يا صديقي العزيز لا يعني ربنا ما بيسامحش فيها، لازم العباد هي اللي تسامح الأول، لازم العباد هي اللي تسامح بعضها مش ربنا. تمام؟ يبقى القاتل إذا تاب الله عليه، ولكن لا تعفيه توبته من عقوبة القصاص لأنه حق للمخلوق. مش يا حبيب قلبي؟ ماشي. من الذي خالف في مسألة عقاب العاصي؟ المعتزل، اللي عندنا في التوحيد برضه هم برضه مخالفين في كل حاجة. يبقى خالف في مسألة عقاب العاصي المعتزل، قالوا بوجوب عقاب العاصي. نرد عليهم نقول لهم أنه لا يجب على الله شيء. ما نوع القتال الذي ينطبق عليه استحقاق دخول النار؟ القتال بغير تأويل سائغ. ازاي؟ تعال اقول لك. مثلا انا وانت مثلا يا عم هقول انا وانت قاعدين في الشارع، ففي ست محترمه معديه، فاحنا قمنا متخانقين عليها انا وانت مثلا موتني، ده كده قتال بغير تأويل سائغ. فهمت؟ مثلا اتنين مثلا صحاب مثلا سوريان بيشربوا حاجه وحشه مع بعض، قتلوا بعض، اتخانقوا عليها، ده قتال بغير تأويل سائغ. فهمت؟ هي دي القتال بغير تأويل سائغ، اللي هو القتال على التفاهات. مشجعين كوره اهلي وزمالك والاهلي كسب كالعاده يعني، قاموا الاثنين داخلين في بعض، واحد مات، ده قتال بغير تأويل سائغ. ماشي؟ ماشي. يبقى ما نوع القتال بغير تأويل سائغ؟ ماشي يا باشا. هل قتال الصحابه يترتب عليه ما ذكر مستحق دخول النار؟ قتال ايه؟ مش انت لسه قايل لي دلوقتي ان سيدنا علي كان بيقاتل سيدنا معاويه؟ قلت كده فعلا، سيدنا علي كان بيقاتل سيدنا معاويه بن ابي سفيان. هل القتال ده بقى يترتب عليه استحقاق دخول النار؟ قتال الصحابه لا يترتب عليه استحقاق دخول النار. ليه؟ لان دي ناس يا رب نوصل لها ونكون جزء منها، هم عارفين بيعملوا ايه، فهم عندهم خلفيه او هم بيدافعوا عن حاجه في الدين، اختلاف اراء بس كل لمصلحه الدين. فاهمني؟ لان قتالهم عن اجتهاد وظن لصلاح الدين، فللمصيب منهم اجرين: اجر الاصابه واجر القتال، وللمخطئ اجر انه اجر الاجتهاد، فكلهم مجتهد ومثاب والله يغفر لهم. تاني، يبقى قتال الصحابه بعضهم عن بعض لا يدخل تحت استحقاق دخول النار. ليه؟ لانه ناتج عن اجتهاد وظن لصلاح الدين، فللمصيب منهم اللي صح فعلا يوم القيامه ليه اجرين، والمخطئ فيهم ليه اجر. يبقى كلهم اجتهد في الراي في المساله دي، وكلهم مثاب وربنا يغفر لهم ان شاء الله. يا رب نكون ربعهم. ما الذي ينبغي علينا تجاه ما شجر بين الصحابه؟ ان نمسك وما ندناش نحفر الموضوع، ان نمسك عما شجر بينهم فلا نخوض في هذا الامر. العله حفظا لجناب الصحابه الكرام، حفظا لجناب الصحابه الكرام، يعني عشان ما ندناش نتكلم كتير في في الصحابه رضوان الله عليهم. بثاني الصحابه فيها حاجتين: هل قتال الصحابه يترتب عليه ما ذكر استحقاق دخول النار؟ قتال الصحابه لا يترتب عليه ما ذكر ابدا استحقاق دخول النار، لانه كان على اجتهاد منهم وظن صلاح الدين، فالمصيب اجرين والمخطئ اجر، وكلهم مجتهد ومثاب والله يغفر لهم. ماذا ينبغي علينا تجاه ما شجر بينهم؟ ان نمسك عما شجر بينهم فلا نخوض في هذا الامر، حفظا لجناب الصحابه الكرام رضوان الله عليهم. ماشي. في صف من كان حارب بن قيس، لسه قايلين كان بيحارب صف علي بن ابي طالب. ماذا فهم ابو بكر من حديث رسول الله؟ ان الحديث عام لكل المسلمين. ابو بكر بقى ما فهمش التفصيل اللي احنا لسه عمالين نحكي فيه ده. تمام؟ ابو بكر فهم ان اي مسلمين هيتقتلوا فهو في النار، فقاتل مقتول في النار. لا، هو مش كده. هو ما فهمش ان احنا لسه قايلين ان القتال بغير تأويل سائغ والكلام ده. التعليل حسما لماده خلاف، يعني حسما لاي مسلم ومسلم، ده سيف كده، بيحارب مسلم. اي مسلم بيحارب مسلم هو فهم كده حسما لماده الخلاف. ايه اللي ترتب على كده؟ منع ابو بكر الاحنف بن قيس من قتاله مع علي بن ابي طالب.
هل وافقه الأحنف؟ ده اللي هنعرفه بقى. هل وافقه الأحنف بن قيس؟ لكن الأحنف لم يوافقه، بل حضر ما عليه باقي حروبه. في ضوء ما يدل عليه الحديث بين حكم من عزم على المعصية ووطن نفسه عليها وما الحكم إذا عملها. بص يا باشا، من عزم على المعصية يعني أنا مثلا حد استفزني فأنا هشتم أهو، أنا عزمت من جوايا إن أنا هشتم، يبقى أنا عزمت، ده عزم من عزم المعصية ووطنت نفسي عليها. أثم على اعتقاده وعزمه، يبقى أنا قسمت إن أنا عزمت إن أنا هشتم حد أصلا، تمام؟ وإن لم يعمل المعصية، ولو ما شتمتش ولو الكلمة دي ما طلعتش مني فإن عملها كتب معصية أخرى. يعني لو أنا مثلا حد ضايقني مش عارف إيه هشتمك وأنا في سري كده، تمام؟ أو ما طلعتش من لساني، يعني في صدري، الاعتقاد والعزم ده والتوطين اللي وطنت نفسي عليه ده كده إثم. لو أنا طلعتها من بوقي اسم آخر. تمام؟ تمام. هل الحديث يتنافى مع ما ورد في الحديث الاخر اذا هم عبدي بشيء فلا عليه؟ ازاي بقى؟ مش فاهم السؤال اصلا يا حبيبي. مش انا لسه دلوقتي بقول لك من اثم، يعني من عزم على المعصيه ووطن نفسه عليها اثم على الاعتقاد والعزم واتكتبت له سيئه، ولو عملها اتكتبت له سيئتين. هو مش ده هم بسيئه؟ بيقول لك بقى هل الحديث ده يتنافى مع الحديث ده اللي هو اذا هم عبدي بشيء فلا عليه؟ ولماذا؟ وبما يسمى ذلك ما يدل عليه الحديث لا يتنافى مع ما ورد في الحديث. تمام؟ يعني اللي بيدل عليه الحديث لا يتنافى ابدا مع ما ورد في الحديث الاخر اذا هم عبدي بسيئه فلا تكتبوها عليه. ليه؟ قول ليه؟ لان ذلك فيما لم يوطن نفسه على المعصيه. يعني الحديث ده للي ما وطنش نفسه على المعصيه، للي ما قعدش يفكر في المعصيه كتير. تمام؟ يبقى احنا وصلنا ايه؟ ان ما دل عليه الحديث اللي احنا بنقول عليه اللي هو اللي احنا خدناه لا يتنافى مع اذا هم عبد بسيئه فيكتبوها عليه. ليه؟ لأن ذلك فيما لم يوطن نفسه على المعصية. الحديث ده يقصد اللي ما وطنش نفسه على المعصية بل مرت بفكره من غير استقرار، عدت كده ما استقرتش، وذلك يسمى هما. وهناك طبعا فرق بين الهم والعزم. تمام؟ ايه هو الهم؟ الهم يطلق على من لم يوطن نفسه على المعصية بل مرت بفكر من غير استقرار. يبقى ايه هو العزم؟ من وطن نفسه، يطلق على من وطن نفسه عليها واستقرت المعصية في قلبه ويسعى في فعلها، ومثل هذا يقع عليه الانسان. يعني تمام؟ انت فاهم طبعا. انت فاهم دي معناها ايه؟ مش عايزين نوضح اكتر من كده. تمام؟ ماشي. بما اجاب من لم يقل بالمؤاخذه بالعزم والنقع فيه. والله انا فاهم اي حاجه. انت بتقول ايه بقى؟ بيقول لك انت لما سالت سؤال بما اجاب من لم يقل بالمؤاخذه بالعزم، يعني اللي هو اجاب في انت جاوبت سؤال. مش احنا سائلين دلوقتي الهم بس الهم ما تعاقبش بس العزم تعاقب عليه. مين اللي بما اجاب بقى؟ اللي بيقول ما ناخدش كمان بالعزم، يعني العزم كمان نعفو عنه وان لم يقع الفعل. هنقول بأن في الحديث فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال. يعني الحديث فعلا في مواجهة بالسلاح ووقوع القتال إذا التقى مسلمان بسيفيهما. ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار أن يكون في مرتبة واحدة. يعني مثلا عندنا مثلا كام مرتبة في النار؟ 7. ما ينفع عادي، لا يلزم ان هم الاثنين مثلا يكونوا في جهنم او في كذا او في كذا. تمام؟ يبقى لا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار ان يكون في مرتبة واحدة. فالقاتل يعذب على القتال والقتل، اما المقتول يعذب على القتال بس، فلم يقع التعذيب على العزم المجرد. تاني هو بيقول ان دلوقتي احنا ربنا سبحانه وتعالى عفى عن الهم ما بيتعاقبش بس العزم بيتعاقب. في واحد بقى بما اجاب ففي واحد عايز يقول ما ناخدش كمان بالعزم. اجاب بايه بقى؟ يعني نجيب عليه ازاي؟ يعني هو بيقول لا احنا مش عايزين ناخد بالعزم كمان والعزم كمان ايه يبقى معفو عنه. احنا بنجيب عليه ازاي؟ هنقول بان في الحديث فعل اللي هو المواجهه بالسلاح وقوع القتل، فعلا ان في قتل، في مسلم اتقتل. ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في النار، يعني مش لازم ان القاتل والمقتول يكونوا في مرتبه واحده في النار، صح؟ عشان القاتل بيعاقب على حاجتين، القتال والقتل. طب والمقتول بيعاقب على حاجه واحده اللي هي القتال فقط. فلم يقع التعذيب ايه على العزم المجرد، لا ده في فعل كمان حصل. ويجي اخر حديث ما يرشد الى الحديث رقم 1. برافو عليك، حسن ما عليك امته. نصيحه المسلم لاخيه المسلم فيما يعتقد انه صواب، حرمه تقاتل المسلمين بعضهم مع بعض بغير، يا نهار ابيض على اللي كاتب الباوربوينت. بص هنشرحه بغير تاويل سائغ. ما شجر بين الصحابه من قتال بعضهم بعض كان عن اجتهاد وظن لصلاح الدين، وينبغي ان نمسك عن الخوض في ذلك ليه؟ حفظا لمكانتهم وحفظا لجناب الصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا. العقاب على من عزم على المعصيه بقلبه ووطن نفسه عليها. القتل شأنه عظيم وخطره جسيم، والاقدام عليه دلاله على رقه في الدين او خلل في العقيده. تمام؟ عندك اي سؤال؟
ها ايه تاني؟